هنعمل النهاردة شوية فطير يستاهلوا بقكم، بجد فطير خطير. ستي دايما كانت تقول اللي فيه عين وراس بيعمل ايه؟ ها مين الشاطر اللي هيقول؟ بيعمل عمايل الناس. وهنعتذر طبعا لعم شلتت والعم سمير عشان احنا عملنا فطير خطير بجد. بصوا التوريقات والطراوة بقى والجمال، الفطير طري من كل حتة حتى الأطراف بتاعته، فطير طري ومورق. هقول لكم على كل أسراره اللي تخليه يطلع معانا مورق وطري ومفرفر كده زي ما انتوا شايفين. وعايزاكي تنسي وتشيلي أو تشطبيها خالص من القاموس بتاعك كلمة معرفش أو مش هعرف أعمله دي نهائي، عشان في الفيديو ده هقولك ازاي تعمليه ويطلع معاكي طري ومورق كده وفي منتهى الجمال واللذاذة والحلاوة اللي انتوا شايفينها في الفيديو دي. هقولك كل أسراره، ويلا بينا نشوف عملنا الفطير الخطير ده ازاي. أنا هنا هعمل 2 كيلو من الدقيق واستخدمت دقيق الضحى، مهم جدا زي ما قلتلكوا نوع الدقيق. استخدمتي نوع دقيق كويس ضمنتي نجاح الفطيرة بتاعتك. تمام. حطيت عليهم 3 معالق كبار من السكر ومعلقة من الملح ومعلقة من البيكنج باودر، وده تاني سر، ده اللي هيخلي معاكي الفطيرة منفوخة وطرية من كل حتة بجد. وفي ناس ممكن تعترض على كلامي ده وتقول طول عمرنا بنعمل الفطير وبيكون طري من غير ما نضيف البيكنج باودر. انا بتكلم بناء على تجاربي. تمام. لما جربت احط معلقة البيكنج باودر فرقت جدا جدا في طراوة الفطير، وبيفضل معاكي طري كده وكأنك بتاكليه من تحت ايد الفطاطري نفسه او من تحت ايد حبايبنا كده في الفلاحين. كل كيلو دقيق بياخد 500 ملي مية، يعني نص لتر. بننزل بالمية بالتدريج. تمام. العجينة بتاعة الفطير بتكون طرية ولينة كده وبتلزق بسيط في ايدينا. هنعجنها في العجان من 7 ل10 دقايق، بعد كده هنلمها ونغطيها ونسيبها ترتاح 10 دقايق كمان. معايا لحد هنا؟ معلش الفيديو طويل بس مهم جدا للي عايز يتعلم ويعمل فطير. هندهن الصاج بتاعنا أول صينية بالزيت ونبتدي نقطع الفطير بتاعنا الكور. أنا عملت 7 كور بحجم البرتقانة بصورة اللي هي الكبيرة. تمام. وباقي الكور عملتها بحجم البرتقانة اللي هي البلدي الصغيرة أو الليمونة الكبيرة. تمام. كل فطيرة من الفطاير اللي أنا عملتها أخدت 4 كور وحجمهم كبير. يبقى أول حاجة من أسرار الفطير الخطير بتاعنا نوع الدقيق. يعني ممكن تستخدمي الضحى زي ما أنا استخدمت، أو تشوفي دقيق الفطير بيتباع فين وتجيبيه. هنا خلصنا خلاص كل الكمية. هنبتدي بقى نغطيها، ندهنها الأول بالزيت وبعدين نغطيها عشان وشها ما ينشفش. تمام. لو هتعملي فطير لأول مرة جربي في نص كيلو وما تيأسيش، وأنا بضمنلك نجاحه من أول مرة. بس هنكمل بقى بقية الكمية ندهنها كده وهنغطيها هي كمان بالأكياس كده أو بالاسترتش المتوفر عندك، وغطيها كمان بفوطة وسيبيها بقى ترتاح من ربع ساعة لتلت ساعة. في الشتاء، في الصيف 10 دقايق. ممكن كمان تبيتيها في التلاجة لتاني يوم، هتديكي نتيجة ممتازة عن تجربة. تمام. أنا استخدمت سمنة على زبدة ودول 300 جرام. هندهن بقى الرخامة بتاعتنا بالزيت كده. بعدين نجيب بقى أول كورة هنفردها معانا ونحطها في السمنة بتاعتنا ونفردها من جوه لبره. بنفرد ازاي؟ من جوه لبره. تمام. لازم طول ما انتي شغالة كده العجينة بتاعتك تكون بتتزحلق معاكي على الرخامة، مش بتلزق منك فيها. تمام. وبتتفرد معاكي بمنتهى السهولة وما بتتقطعش، ولو اتقطعت منك أول واحدة عادي، بس طالما انتي مريحة العجينة كويس خلاص، يعني انسي بقى أي تقطيع بعد كده. تمام. ولو فضلك تفردي فيها وتلم تاني كده معاكي تكشكش وتتقطع منك يبقى نوع الدقيق مش حلو. تمام. ندهن كده سمنة بسيط ونقفل أول واحدة فردناها. هو الفيديو طويل شوية بس أنا يعني قصده إن هو يكون طويل عشان أقولكوا على كل حاجة خاصة بالفطير وتنجحوا معاكوا من أول مرة.
يعني أول مرة تعمليه ينجح معاكي على طول. وما تبخلوش عليا بقى بإيه، برسايلكوا الحلوة كده وبالتطبيقات، اللي يشوف ينفذ. مهم جدا إن الفطيرة وانتي بتفرديها كده تبقى شفافة والرخامة بتاعتك باينة من تحتها كده زي ما انتوا شايفين. وندهن دهنة سمنة وبعدين نحط الفطيرة اللي احنا طبقناها ونطبق عليها. تمام. هنعمل بقى كل الفطير كده بتاعنا دول كده 3. هنجيب بقى اللي هي ايه الرابعة اللي هي الكبيرة، ونفردها بقى كده على الرخامة كويس من جوه لبره زي ما قلتلكوا. ما تخليش في الفطيرة بتاعتك اي طرف تخين او ما تفردش كويس. الطريقة دي بقى هتخلي الفطير معاكي طري ومورق وجميل وسهلة مش صعبة. مفيش حاجة تصعب علينا، يعني احنا كستات مفيش حاجة تصعب علينا نهائي. فما اسمعش منك خالص كلمة ان ايه لا انا مش هعرف، لا انا عملته وفشلت. من النهاردة ومع ريهام انتي مش هتفشلي في اي وصفة نفسك تعمليها. بس هنسيب بقى الفطير بتاعنا يرتاح في قلب الصينية على ما تخلصي اصلا الكمية بتاعتك. انا الكمية دي صحيح نسيت اقولكوا ال2 كيلو عملوا لي 7 فطاير كبار. مقاس الصينية اللي انا بحط فيها الفطير دي مقاس 30. دلوقتي بقى هنفرد اول واحدة. استريحت معانا. الفرن بتاعنا نشغله ونسخنه جدا جدا على اعلى درجة حرارة. تمام. وهنحط الفطيرة على اول رف من تحت. لو الفرن بتاعك حامي حطيها على تاني رف. هفرد معاك واحدة كمان. نفردها من النص كده، بنفرد من جوه لبره. تمام. بصي بقى هي مستريحة معاكي كده هتفرد معاكي بمنتهى السهولة. لو ما استريحتش فمش هتفرد، لازم تسيبيها تستريح كويس جدا. عندنا 7 فطاير كبار مش صغيرين. الصغيرة الوحيدة اللي هي الصينية الحمرا دي مقاس 26، ومش صغيرة قوي برضو، جميلة يعني وكبيرة. بس بنفرد من جوه لبره كده زي ما قلتلكوا. هوريها لكم دلوقتي بقى وهي في الفرن. بس كده الفطيرة بتاعتنا فردت. بصوا بقى نفخ ازاي وقب. هو كده على الرف الاولاني في الفرن من تحت زي ما قلت لكم. مش بياخد معانا 10 دقايق في الفرن. تمام. دلوقتي بقى هنجهز الفويل وهحط عليها ورقة زبدة، عشان طبعا عارفين ان الفويل مضر مع الحاجات السخنة. الحركة دي شفتها لمحل بيغلف الفطير، بيغلف الفطير كده. تمام. بصي بقى الفطيرة طالعة منفوخة ازاي، ده بسبب ايه؟ البيكنج باودر. بس وهي سخنة كده مولعة هتقفلي عليها، هتكمريها كده زي ما بيقولوا في الفويل وهي سخنة. وشوفي بقى الطراوة والجمال بتاعة الفطير. كل فطيرة تطلعيها تعملي نفس الحكاية. بصوا بقى الفطيرة اللي جاية كمان. بصوا الفطيرة اساسا محافظة على النفخة اللي هي فيها ازاي. فطير طري ومورق ومنفوخ كده ومفرفر معاكي. الحركة دي هتخلي الفطير معاكي طري وخطير. بس بصوا دي بقى، بصوا منفوخة ازاي برضو بعد التسوية اهي. شايفين النفخة اللي فيها دي بسبب البيكنج باودر. بصوا اللون الدهبي بقى الخطير اللي هي واخداه. مبياخدش معاكي 10 دقايق في الفرن. انا هنا بقى حبيت اظبط الولاد كده كأننا جايبين الفطير من بره يعني. بس وهنحط عليها على الوش كده جبنة موتزاريلا وجبنة رومي مبشورة وفلفل وزيتون، وهندخلها تاخد وش. بس بصوا دي كمان نفخة ازاي.
بس بقى عندك فطير خطير. وعذرًا عم سمير وعم شلتت عشان إحنا عملنا الفطير الخطير ومش هنشتريه من عندكم تاني. قطعيه بقى زي ما انتِ عايزة، مثلثات، مربعات، بإيديكِ كده زي ما بنشوف في الأفلام والمسلسلات. وعملنا الفطير الخطير، وهنا سأسكت قليلًا على رأي الكبير.